السلام عليكم ومرحبا بكم. على بالي الا كان جربتي الوصفه هذه تاع كسره رخصاص راح تعتمدوها شهر رمضان كامل. تجي بنينه خفيفه مقرمشه كيما الكاطو. بزاف اللي يشكيو من كسره رخصاص تجيهم يابسه ولا ما يعرفوش يضبطوا لها المقدار المناسب تاع الزيت تجيهم مبسه كيما الكاطو. اليوم جبتها لكم بالمقادير المضبوطه خطوه بخطوه بواحد الوصفه نضمن لكم باللي كي تجربوها ما راحش تستغنوا عليها كامل. اذا حبيتي الوصفه تبعي معايا الفيديو. بسم الله. نحتاج كيلو تاع السميد عندي هنايا متوسط من الاحسن. كسره خصاص تحب السميد المتوسط مش الرطب. هذا الكيلو تاع السميد كيلته لكم بالكاس جاوني 6 كيسان كيما تشوفوا. الكسره خصاص تحب السميد يكون متوسط كيما قلت لكم ماشي رطب. الرطب تجيكم الكسره تاعكم تطوط يعني استيكي وتجي تتلخشى كي تبات. اما السميد الاحرش يخليها تجي واقفه ويابسه اخواتي شايحه يعني. اما احسن سميد هو السميد المتوسط لكسره خصاص. درت 4 خبيزات، ضفت لكل خبزه مغرف صغيره تاع الملح، ضفت 3 مغارف صغار تاع السكر و3 مغارف كبار تاع خميره الخبز مع حوالي 2 مغارف هكاك تاع خميره الحلويات كيما راكم تلاحظوا. من بعد واش نزيد؟ عندي شويه تاع زرارع، سانوج وججلانيه. ضيفوا الججلانيه والسانوج. شوفوا البنه اللي تعطيها لكم للكسره خصاص تاعكم. راح نخلط النواشف كامل مع بعضهم مليح بهذه الطريقه. وهنا راح نجيب الزيت اليوم راح نخدم بالزيت الزيتوني، تقدروا تبدلوه بالزيت النباتي بصح جربوها بزيت الزيتون وشوفوا هذيك البنه. عندي في هذا المقدار تاع كيلو سميد كاس غير ربع تاع زيت الزيتون. راح نبسس مليح السميد نتاعي حتى نتحصل على هذا القوام. لازم السميد تاعكم كامل يقيسوا الزيت، وهذا اهم سر في كسره خصاص نتاعنا باش تجيكم بسه كيما الكاطو. لازم تبسسها بالزيت مليح. من بعد نضيف هنايا الماء. ضفت كاس كامل والكاس الثاني ضفته تدريجيا على حساب السميد تاعكم. اذا السميد نوعيه مليحه راح تلاحظوا باللي يشرب زيدوا. اما اذا لقيتيوه ما يشربش ما تكملوش الكيل كامل. لمها العجينه تاع كسره خصاص ما تجيناش جاريه، ردوا بالكم لازم تخليوها شويه متماسكه. الا في حاله متاكده من السميد تاعك راح يشرب ديرها شويه طريه. من بعد كي تخليها ترتاح راح يشرب لك كميه زايده تاع الماء ويجيك سوا. هنا بعد مرور 20 دقيقة خليتها ترتاح كما شفتي وغطيتها بكيس بلاستيكي وسيرفيتا. نرجع ليها. هنا واش ندير؟ نعجنها غير شوية، نعجن مش ندلك. نقطع العجينه تاعي بهذه الطريقه. وهنا كما راكم تلاحظوا كي يعود قلت لكم السميد نتاعكم مليح راح يشرب. حطيت له كميه مليحه من الماء 2 كيسان كاملين. ومن بعد كي جيت نعجن هنايا لقيتها تتفتت يعني ناقصه ماء. معليش نروح نجيب شويه تاع الماء ونضيفه غير بشويه حتى نوصل للقوام المطلوب. كي تخليوها ناشفه بزاف ناقصه ماء تجيكم البنات يابسه. اما كي تجريوها من بعد مستحيل تقدروا تطرحوها ولا تحطوها في الطاجين وتجيكم اخواتي هكا لا استيكي من بعد كي تاكلوها. نعجنها مده 5 دقائق. يعني ما تكثروش عليها العجين. تحبوا تعجنوها في العجانه غير شويه برك. كي تعجن مليح نضيف لها مغرف حتى ل2 مغارف تاع مارغرين ولا زبده تكون طريه وندخلها فيها. شوفوا هذا المغرف ولا 2 مغارف تاع الزبده راح نخليو الكسره تاعكم بنينه وراح نعطيوها واحد الذوق تقول تاع الكاطو مش كسره. ما شاء الله جربوها البنات وما راحينش تندموا. من بعد ما عجنتها مليح بهذيك الملعقه تاع الزبده راح نقسم العجينه تاعي لهنايا الى 4 خبيزات. هنا راح يكونوا متوسطين ما راهمش كبار بزاف. لي الطاجين تاعها كبير راح تقسمهم على 3 يكونوا كبار بالك تخرج لكم معاهم خبيزه وقيصه صغيره. نجي هنايا نكور العجينه تاعي نلمها مليح باليد نتاعي كيما راكم تلاحظوا العجينه للوسط ونحاول نغلقها. لازم العجينه تكون ملمومه مليح ما فيها حتى تشققات هكا باش ما تكسرش معاكم بعد في الطاجين كي تعودوا تطرحوا فيها تاني ما يبانوا لكمش فيها تشققات. نغلق كيما راكم تلاحظوا نضغط عليها مليح بهذه الطريقه. هنا نضمن باللي الكسره تاعي مستحيل تتكسر لي في الطاجين ولا يصراو لي فيها تشققات. من بعد راح نحطها جانبا. نزيد الثانيه. بعد ما نكور 2 خبيزات الزوج الاخرين ما نكورهمش اخواتي نخليهم كيما راهم. كي نعود نطيب في الاولى تعود الاولى في الطاجين نطرح انايا الثانيه ونكور الثالثه وهكذا هكا باش ما يخمروش معايا وتجي الكسره تاعي كامل نفس الشيء. نجيو هنا الطريقه اللي نطرحوا بها العجينه. شوفوا نطرح بهذه الطريقه. نحط الحلال تاعي ونطرح. شوفوا كي نعاود نتك على الحلال تاعي نتك عليه على مستوى واحد من الاطراف حتى للوسط. باش نقلبها نجيب الجهه المقابلتني نقلبها على يدي ونرجعها من جهتي اليمنى كما راكم تلاحظوا. من بعد نفس الطريقه نطرح كما تلاحظوا. ولا هنا المبتدئه اللي ما تعرفش يعني تطرحها بشكل دائري رغم يعني راني نوري لكم بكل وضوح. تقدر دير ورق الطهي تقصه بشكل دائري على حساب الطاجين تاعها وتطرح فوقه هذيك الخبيزه تاعها تجيها مدوره ما شاء الله. نكمل نقلب كما راكم تلاحظوا.
وهنا نمس بيدي. شوفوا كي تعقبوا يديكم هكا على العجينه راح تلاحظوا وين راهي رقيقه وين راهي خشينه. نولي انا نركز على البلايص اللي راهم مازالوا معايا اخشان، ما نروحش نطرح هكاك باك من بعد من النص نديرها رقيقه والاطراف يقعدوا لي خشان. مادام لقيت الاطراف تاعي مثلا خشان نركز على الاطراف. الحلال تاعي ما نعودش نضغط بيه على الوسط اذا راهي رقيقه. هكا اخواتي بتجيكم مستوى واحد. نفس الشيء نقلب على جهتي اليمنى الجهه اللي مقابلتني، نعدل مليح الخبزه تاعي ونمشي يدي. كيما هنايا راني لاحظت بلي الجهه هنايا راهي خشينه، نركز عليها اخواتي كيما تشوفوا. ونمشي الحلال تاعي، ما تخافوش حتى يتغير لكم شويه الشكل تاعها، من بعد كي تقلبوها راح تعدلوها. وهنا السمك تاع الخبزه تاعكم كيما تحبوا نتوما، كاين يحبوها خشينه نكسرها، كاين يحبوها رقيقه. صراحه نكسرها خصاص بنتها في الرق. نعقب يدي اخواتي كما راكم تلاحظوا. كي نشوفها راهي كامل قد مستوى واحد والسمك وصلت ليه المطلوب، نهزها بهذه الطريقه باه نديها للطاجين. نقلبها على يدي ونديها نحطها في الطاجين. بالنسبه للطاجين هذا اخواتي قلت لكم تحطوه على نار تكون قليله حتى المتوسطه. كي يسخن فتره مليحه نقويو له النار ونخبزوه عادي. نحط الكسره تاعي نخليها فتره حتى نلاحظ باللي راهي ترشمت معايا وخدات معايا شويه، نقلبها للجهه الثانيه بهذا الشكل. شوفوا الله يبارك الطاجين كيفاه يطيب البنات. وراني وعدتكم قلت لكم طيبوا معكم الكسره خصاص فيه المطلوع باش تشوفوا النتيجه تاعو. على خاطر شاركت معكم التدبيره اللي نديروها لهذا الطاجين اول مره قبل ما نستعملوه باش يقعد معكم لاطول مده. واكبر نصيحه نعطيها لكم هي انكم ما تحطوهش وهو بارد فوق نار قاويه. هذه هي الكسره تاعنا البنات نثقبوها. وايضا هنايا نقعد نحوشي فيها بهذه الطريقه، مره على مره نحركها حتى تحمر لي مليح، ونقعد نقلب فيها من الجهتين حتى تحمر معايا مليح. هنا ما نروحش نحط الكسره تاعي على الطاجين ونخليها حتى تتحرق من تحت، نجي نقلبها تجيني جهه بيضاء وجهه محروقه. ولا حاولوا تطيبوها، توقفوا عليها، تقلبوها، تحوشيوها كل مره، تحركوها بهذه الطريقه باش تحمر لكم من كل الجهات. وشوفوا البنات النتيجه اللي تحصلوا عليها. وزيد نعطيكم حاجه خلاف، مثلا حمرت معكم كامل وبقات معكم مثلا من الاطراف بيضاء، نهزها على حافه الطاجين بهذه الطريقه. شوفوا كاين بلايص مازالوا بيض، كون نخليها كامله على الطاجين ما راهي طايبه تتحرق معايا وعادة تصفار لي هذيك البيضه. فنهزها على الطاجين بهذه الطريقه ونخلي البلاصه برك اللي راهي بيضه الطيبه معايا كيما راكم تلاحظوا. نزيد نهز من نقاها بيضه، ندور العجينه تاعي ونحطها على الطاجين ونخليها حتى تحمر بهذه الطريقه من كل الجهات. وكما راكم تلاحظوا الكسره تاعنا لنهار اليوم. شوفوا حتى ريحه تاعها وهي طيب في الطاجين ما شاء الله بنينه ريحه زيت عرب هذاك مع الزبده مع البسس تجي ما شاء الله. هنا خلاص الكسره تاعي راهي طابت ونروحوا ندوكا نشوفوا النتيجه النهائيه لكسره رخصتنا لنهار اليوم. كما راكم تلاحظوا البنات كملت طيبتهم في 4 ما شاء الله، خرجوا لي على حبه كما تشوفوا. شوفوا النتيجه اللي تحصلوا عليها. شوفوا الطيابه البنات ما شاء الله ما شاء الله. الطواجن هادو تشريوهم بالضمان يجيو روعه. المطلوع تاعهم ما شاء الله، الكسره تاعهم تاع الخصاص تجي مقرمشه وتجي طايبه على حبه، روعه. دوك نقسم معكم وتشوفوا النتيجه اللي نتحصلوا عليها. شوفوا البنات كسرتنا لنهار اليوم الله يبارك كيفاش. شوفوا كي وريت لكم الطريقه اللي تطرحوا بها الكسره خصاص تاعكم تجيكم مستوى واحد، في النص قد الاطراف يجيو مستوى واحد، ما تجيكمش خشينه من بلاصه ورقيقه من بلاصه. ومازال بزاف وصفات تاع كسره خصاص ان شاء الله راح نشاركها معكم في الايام المقبله. كاين بزاف وصفات تاع كسره خصاص يجيو بنان، كاين حتى سريعه ليه توجدوها ان شاء الله. مع الايام المقبله نشاركهم ان شاء الله كامل الوصفات. هنايا شوفوا لي النتيجه اللي تحصلوا عليها. شوف جربت نقسم لكم قداش من خبزه هكا باش تشوفوا باللي كامل طايبين في مستوى واحد كما تشوفوا. وقلت لكم تحبوها رقيقه ديروها رقيقه، تحبوها شويه عاليه ديروها شويه عاليه. اما كسره خصاص بنتها راهي في الرق. وانا نقسم معكم شوفوا كيفاش تجي كيما الكاطو البنات، ما تطوط معكم ما والو. ما تنساوليش الجيم البارطاج الفيديو. نتلاقى معكم في وصفه جديده والسلام عليكم.